سفر. حسام سفرك سايب فراغ كبير قوي. يعني في التاريخ اللي بينا في حاجات كتير ما الواحد ما يعرفش يدخلها من غيرك دلوقتي. بلبع، الدكتور. صح انا كنت بطلع كتير قوي عشان ننزل الخروجات دي، بس مش مشكلة كل يوم. ألف مبروك على جوازك. خلاص هي رسمي، هي مش جاية خلاص. وانت كمان بصيت لي، بص انت بص الناحية التانية. ايه اللي بصيت لي عامل لي كده متنقب؟ في ايه يا عم؟ انا متهم. بمساعدتكم قدرنا نعمل السنة دي حوالي 1500 حالة قلب مفتوح وأكثر. إن شاء الله هنعمل أكتر. شكرا 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 شكرا. حسام بدراوي يعني نزل رجليك وانت بتكلمني. حسام بدراوي يعني سنجاب الحق، يعني فردة الكاوتش مالها اتجوزت. حسام يعني الآن أتكلم وقديما قلت، وبعد كده أي كلام فارغ. حسام بدراوي يعني محدش فاهم حاجة غير أنا وهو، والناس كلها مش فاهمة أي حاجة. حسام يعني عذرا 3 نقط، لستم أصدقائي، إنها كوميديا ولكنها سوداء. يعني انت تعرف اكتر مني تاني. حسام بدراوي يعني صلاح سالم الساعة 2 بالليل بنطوف 3-4 مرات في صلاح سالم وأنا نايم جنبه، وأصحى ألاقي نفسي في البيت. حسام بدراوي يعني الديب السحلاوي، يعني الكلسوني، يعني الدفى. بس خلاص. حسام بدراوي يعني حسام مش سيلز، حسام اوبريشن. عايزين سؤال ليه؟ حسام يعني سلم عليا. حسام بدراوي يعني شقة اسكندرية بتاعت فتحي ومش عارفين جده بص لنا كده ليه. يعني روح الشقة ليها مسكونة، ومرة نلاقي فيها ناس ما نعرفهمش، يعني نيابة، يعني إسام، يعني سفرية حلوة. حسام بدراوي يعني وعي قادمة لا محالة. شاء من شاء وأبى من أبى. حسام يعني بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. حسام بدراوي الشيخوخ. طبعا ما كنتش اتخيل ان انا ممكن يجي اليوم اللي انا اتكلم فيه في فرح الشيخوخ. النهارده اسعد يوم في حياتي، وفعلا والله فعلا انا سعيد النهارده ان انت تتجوز زي يوم فرحي بالظبط. طبعا حسام اخويا وصاحبي وصديق عمري واقرب الناس لقلبي طبعا. هو طبعا أنا أول مرة يعني حد يقول لي أقول كلمة لواحد صاحبي في فرحه يعني، فانا قعدت افكر اقول لحسام ايه، فافتكرت اول حاجه قلت هفكره بس باول مره شفته فيها. كان اول مره ادخل المسجد اصلي الفجر في منطقتنا، فدخلت لقيت بعد صلاه الفجر كده في شباب قاعده ورا، وفي واحد لابس طاقيه صوف بيضه وكوفيه بيضه وقاعد بيهري بيقول اي كلام مع الناس، والناس قاعده ايه بتسمع. بيقول فتاوى وهو ايه يعني الكلام ده من 14 سنه، وقاعد يقول قال الشيخ ابن عثيمين وقال الشيخ مش عارف ايه ومتدفي. والعمليه كانت حلوه جدا معاه. بعد كده يعني اكتشفت ان يعني كان حسام بالنسبه لي زي ما الحديث كده قال ان من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر. يعني كان سبب ان اكتر من ان انا اتعرف على شيوخ كتير، واتعرف على ناس كتير، واتعرف على اعمال خيريه كتير. وكان كل عمل خير ادخل فيه كان بيبقى بدايته حسام بدراوي. فربنا يوفقه ان شاء الله ويكرمه في الجواز ده ويستخدمه ربنا سبحانه وتعالى. بعد 25 سنة صحوبية لحسام الآن أتكلم. حسام يعني الدروس، يعني اسكندرية، وكل ما نروح لازم ننسى مفتاح الشقة ونكسر الباب مع سامح. آخر حاجة أنا مبسوط إن أنا كنت سبب في جواز حسام، وعشان كده دايما هقول له هفضل أذلك بالموضوع ده يا حسام. وحسام اللي كانت بالنسبة له مدينة العبور دي بعيدة جدا وأنا ساكن بعيد جدا، بقى دلوقتي كل مرة بيعدي يجي مدينة العبور عشان يجي زوجته، ربنا يجمع ما بينهم في خير. وأنا مبسوط إن أنا كنت يعني سبب في الخير ده، وإن شاء الله ربنا يجعل البيت ده مبارك.